فيديو النهارده هنعمل بودنج الكراميل. هنحتاج اللي هنعمل البودنج هنحتاج كوبايه سكر، معلقه زبده، 3 معالق نشا، ومعايا كيلو لبن. هنحط السكر في حله على البوتاجاز. حطينا حله على البوتاجاز، هنحط كوبايه السكر عشان تتكرمل معانا. السكر ابتدى يدوب معانا، هنقلبه على طول عشان ما يغمقش مننا. انا ما بحطش ميه ولا بحط اي حاجه على السكر، هو بيدوب لوحده. هنحط نقلبه على طول علشان ما يتغمقش مننا السكر. هو كده لسه فيه سكر ما دابش معانا، نقعد ايدينا فيه على طول. وكده الكراميل او السكر داب معانا ووصل للون اللي انا عايزاه. هضيف الزبده، معلقه الزبده اللي معايا، واحط ذره ملح، هقلبها كويس. وبعدين احط اللبن، بس مش هحط كله، يخلي معايا حوالي نص كوبايه عشان احط فيها النشا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما كتل معانا هنقلبه، هيفك معانا. ونص كوبايه اللبن اللي انا سبتها احط فيها 3 معالق نشا واقلبهم ادوبهم فيها. بسم الله. كده دوبنا 3 معالق نشا كوبايه اللبن اللي انا سبتها. وبعد ما بقاش معانا الكراميل زي ما انتم شايفين كده، هحط دلوقتي النشا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلب فيه على طول بايدينا عشان ما يكتلش معانا. واحنا بنقلب كده هحط حبة فانيليا ونخلط المكونات مع بعض، نقلب المكونات مع بعض. وكده ابتدى يتقل معانا الكراميل. وكده وصلنا للقوام اللي انا عايزاه. هو كده استوى معانا الكراميل. البودنج هنطفي بقى دلوقتي عليه عشان نصبه في الكوبايات او في الكاسات اللي احنا هنحط فيها. بعد ما طفينا على البودنج هنصبه في الكوبايات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه بيبقى حلو قوي، جربوه. وكده شكل البودنج بعد ما خلصناه بيبقى حلو قوي. بودنج الكراميل جربوه. وده كان فيديو النهارده.